مرحبا، كيفكن صبايا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد وفلوج جديد، بتمنى إن شاء الله يعجبكم وتستمتعوا معي وانتوا عم بتشوفوا. بتمنى منكم لا تنسوني من لايك وتعليقاتكم الحلوة يلي هيك بتفرحني وتخليني إن شاء الله أستمر. وأنا إن شاء الله قاعد بعملكم فيديوهات كتير حلوة، إن شاء الله بالأيام الجاية رح تشوفوا فيديوهات رح تعجبكم كتير. خبروني صبايا، شو تحضيراتكم للعيد؟ بلشتوا هيك تشتروا تياب ولا لا لسه؟ بس مع اني هلا صرنا شفتوا ما شاء الله بالعشر الاخير من رمضان. عن جد يا صبايا انتم مثلي هيك شفتوا سرعة رمضان. انا كتير حسيت انه رمضان هالسنة يعني هيك راح بسرعة، سبحان الله. يا رب الله يعيد علينا وعليكم بالخير والصحة يا رب. فاحكولي شو عملتوا هيك على العيد، شو ترتيباتكم تحضيراتكم، هيك احكولي واكتبولي بالتعليقات، يمكن ناخد افكار من بعض. فهون يا صبايا من الصبح كان بابا جايب لنا قريشة هيدا بنحشيهم، يعني بنعمل هيك عجينة يعني بسيطة، بدها يمكن بس زيت ومي والله يا صبايا ما أنا العجنتها الصراحة، الماما يعني فقت لقيتها عاجنتها وخالصة. وهون وقت فقت أنا وعملت هيك شغلاتي فقعدت وهيك ساعدتها. فهدول بنقولن لحنا راس حلو، بس هيك اسمن يعني ما بدن شي تاني، ما لن اسم تاني بالأحرى. فهون أنا بلشت ساعد الماما وخلصنا هيك يعني بساعة كنا خالصين كل شي، لأنه كانت الكمية قليلة يعني هيك يعني، بس كان بابا مشتهي عليهم فجبنا ياهن. بعد ما خلصنا فقلت لازم اني صلي يعني قبل ما بلش بالطبخة. خبروني صبايا انتو وين وصلتوا هيك بختمة القرآن؟ اكيد الكل هيك ماسك ختمة، وفي ما شاء الله عالم تختموا مرة ومرتين وثلاثة. فانتو وين صرتوا؟ والله انا بالنسبة لي عم بقرا اكتر شي يعني عند السحور، بيكون هيك الوقت فاضي عندي وهدوء، كتير بحب هذا الوقت، والحمد لله الله يقوينا يا رب عالطاعة ان شاء الله. هون طالعنا هذا الفول الأخضر من الفريزر، فكنا عاملينه من أيام الصيف يعني، وهلأ طالعنا لحتى نطبخ طبخة هلأ برمضان. فنحنا بنشيله هيك بقشره إجباري يعني، فقالت لي ماما طالعي من الفريزر وبلشي أشري انتي لبين هي كانت عندها شغل تاني رح تعمله. فأنا هون قشرته كلياته يعني، وبلشت بقى حمست اللحمة هون مثل ما شايفين. طبعا بنحط لها معلقة ملح، هي ما يعني بكل طبخة سبحان الله بدها ملح، لازم ما ننسى نهائيا. وهون بعد ما حطيت اللحمة واستوت عندي طبيت الفول فوقها وبقلبهم كام تقليبة مع بعض. انتو يا صبايا من محبين الفول الاخضر ولا البازيلا؟ بحسهم هدول الاكلتين هيك قريبين على بعض، وبحس في ناس بتحب الفول اكتر من البازيلا والعكس. فانا يعني التنتين بحبهم، بحسهم طيبين يعني، وخصوصي بايام الصيف وقتها بيكون وقتين. بس هلا بما انه نحنا شايلينه اخضر فكانت الطعم كتير طيبة. وهيك صبيت لهم المي وحطيت الرز، وهلا بسكر عليهم وبتركهم بقى لحتى يستوى عندي الرز. بعد ما طبقنا الطبخة فقلنا رح نقلي هدول قبل العشاء. يعني بعد العشاء يا صبايا واحد عم بيتعب، بتحسي انه بس واحد بده ياخد فنجان قهوة وهيك يقعد يرتاح ويروق مع فنجان القهوة.
فقليتن يعني قبل الإفطار لحتى إن شاء الله بعد ما نفطر ناكلهم يعني جنب فنجان القهوة. وهون طلعوا لي يا صبايا، سويت عندي الطبخة ما شاء الله، طلع كتير لذيذ وطيب. وهون كنت عم فرجيكم يا صبايا، كنت عم بعمل سلطة الجرجير مع الشوندر. كتير طيبة هاي السلطة، وأنا كتير بحبها، وبهذا الوقت بعملها كتير بما إنه بتعرفوا بالشتاء متوفر كتير الشمندر عنا. ما بعرف صبايا انتوا بتقولوا شوندر ولا شمندر؟ انا ما بعرف، اقول التنتين احيانا هيك واحيانا هيك، فما بعرف، صححولي اين هي بتكون الصحيحة يعني. فهون بس بيكون يعني بفرم جرجير بحبه يكون خشن، وكمان شوندر مسلوق يعني كمان. ايه، وحطيت له كمان رمان مفروض، وحطيت هلا بتشوفوا على وشه جوز بحط. وكانت هون التبلة عندي بس ليمون وزيت زيتون وملح وسماق. السماق كتير أساسي بهاي السلطة يا صبايا، أنا بحطها بكل السلطات تقريبا بس هي أساسية فيها. فهون خلطت التبلة كتير منيح وسكبتها فوق السلطة. وبعد يا صبايا ما تسكبوها بتحطوا الجوز كمان، الجوز معه كتير طيب. فسبحان الله يا صبايا، أنا هي السلطة ليش بحبها؟ إني بحب الجرجير كتير يعني، بحب أكله لحتى جنب الأكل بشكل عام. فبحب السلطة تبعيته كتير، وبحس الألوان طلعوا انتو الألوان عندي صارت كتير حلوة. سبحان الله، مثل ما بيقول المثل العين بتاكل قبل الدم، وفعلا بهاي السلطة بيطبق علي المثل. صبايا رسولة كمان جوز إذا عندكم، تعطيه طعمة طيبة، وفيها صار فيتامينات من كل الأشكال والألوان اللي بتفيدنا. هيك حال شي صبايا، شوفوا الشكل النهائي السلطة، شوفوا الألوان فيها عن جد ما أحلاها. وهيك بيكون خلاص الصحن. هون كان بيان للأذان تقريبا 10 دقايق. يعني قالت لي ماما تسكبي لحتى نلحق يعني الإفطار إن شاء الله. هون يا صبايا اجيت هلا لحتى تحت هدول الحلو يلي عملناهم، بنسميهم نحن راس حلو هيك. فشفتوا كنت عم بعملن معكم، عن جد طلعوا كتير طيبين. فراح احط صحن الي وللماما. هدول يا صبايا بنحشيهم بالقريشة، يعني ما قلتلكم طلعوا كتير طيبين، جربوهم وشوفوا. راح احطلن انا قطر كمان، شفتها واجباري بدهم قطر يعني. يا سلام يا صبايا، دوقن هلا هيك بيطلعوا غير شكل. بس باللون هيك من القطر تاكلوا. صبايا في هذا الجاتو عملته المفاجأة للولاد على نجاح. مثل ما شفتوا يا صبايا، أنا كان نجاح الولاد نجحانين يعني ما شاء الله، كان كتير كويس جلائم. فقال لي أبوين إنه عملية مفاجأة، وهو حب يبعث لهم شي إنه هدية ويفاجئن فيها.
لأني بالنسبة لأولادي كتير كتير بيحبوا المفاجآت. فعملت جبت لهم جاتو، والهدية اللي بعت لهم إياها أبوي ايه عملنا لهم إياها هيك مثل ما شفتوا بوكس، وجبنا لها لإلين هدية اللي بتحبها، وخلودة كمان كانت هديته هلا بتشوفوها كمان. والحمد لله كانت المفاجأة كتير كتير حلوة، والفرحة اللي شفتها بعيونن عن جد بتنسيني تعب كل شي بهالدنيا. يعني سبحان الله يا صبايا، وقت بتشوفوا أولادكم مبسوطين هذا أحلى شي بالدنيا اللي احنا بنعيشه عن جد. وهون مثل ما شفتوا خلودة قديش فرح، وكانت هاي اللحظات عم بيشوفن أبوهن يعني. فأنا دقيت له يعني وشافن، وهلأ بتشوفوا كمان كيف حكى معن، كان هون عم يحكي معن وكان مبسوط والحمد لله. وتمت المفاجأة بدون ما يعرفوا بدون ما يحسوا، لأنه كتير كنت خايفة إنه يحسوا علي بشي يعني. وهون شوفوا قالون قديش كانت متأثرة يعني، لأنه يعني ما كانت متوقعة هذا الشي. وهذا يا صبايا الفنجان الثاني اللي راح نشربه أنا والماما. فنجان قهوة هذا المسائي يعني قبل النوم، يلي ما بصير بلا.